السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب، شلونكم؟ عساكم بخير يا رب. اليوم جبت لكم الحلا اللي كانت أمي مشهورة بيه بالثمانينات. طبعا قبل كانت تسوي لنا إياه دائما، جدا لذيذ جدا طيب، الكل يحبه، وين ما تسوي دائما يسألوها عليه شلون مسويته وياخذون مقاديره، وهم مهم خطية كل اللي يتعلموا يسووه ويدعوا لها. فهذا الحلا كان مشهور جدا جدا بالثمانينات. آه هو قريب على الكاستر، وياه بسكت شمائل ماري. شوفوا قوامه وشوفوا اللمعة مالته، فشي جدا جدا لذيذ. أتمنى منكم تجربوا، وإذا عجبكم لا تنسون تدزولي الصور مالت التجارب، أنزلها ستوريات على انستا. قوامه، طعمه، نكهته، فشي رائع. أتمنى من كل قلبي تذوقوه. شوفوا قوامه، شوفوا طبقات البسكت بالداخل، يعني الصورة هي والله أكيد معبرة عن الموضوع كله. حلا كلش بسيط، أني شوية ضفت عليه فشي بسيط، ضفت عليه لأنه مثلا الإضافة اللي ضفتها هي شوكولاتة الخام. ما كانت قبل أكو شوكولاتة خام ومتوفرة مثل هسه، فهاي شغلات بسيطة حقول لكم على الإضافات اللي أنا ضفتها. راح نبدي بالمقادير. أول شي لتر ماي، هذا لتر ماي عادي من الفلتر. راح أضيف له كوب ونص حليب باودر. طبعا هذا القدر مالتي خاص بس للحلويات، ما أسوي بيه أي طبخ ثاني، بس الحلويات. هذا ثلث كوب نشا، وهذا ثلث كوب طحين، أو بالعكس ذاك الطحين وهذا النشا. هذا نص كوب كاكاو خام سادة، هذا الكاكاو مال يعني حلويات. هذا كريم شانتيه، هاي إضافة من عندي، ثلث كوب كريم شانتيه، هاي من عندي الإضافة. رشة ملح، إبراز النكهات، فشي كلش مهم. خلطته هالشكل صار. ايش راح أضيف له؟ راح أضيف له هذول ورا ما أطبخه على النار، اللي هي شنو؟ فانيلا وقشطة. هذه البسكت اللي استخدمته بدل بسكت ماري شمائل مال قبل، هذا كلش طيب كلش لذيذ، ويعني طعمه وقرشته كلش طيبة. ورا ما خلطت كل شي، آخر شي حضيف السكر، لأن السكر ما يخلي الطحين والنشا يعني يذوب تماما، يتكتل. هنا أنا راح أجيب هاي الشوكولاتة، شوفوا بعدين أخليها ورا ما كل شي استوى ونضج على النار. راح أضيف هاي الزبدة، كمية الزبدة تقريبا ربع قالب زبد أو نص أصبع، يعني تقريبا 50 غرام. هنا أنا راح أضيف فانيلا هذه الباودر، وراح أضيف قشطة، أو هذه الشوكولاتة السادة هي وزنها 200 غرام. بالبداية راح أضيف 100، وبعدين ورا شوية أشوفها إنه عادي ممكن أضيف الباقية، هذه 50 ب50، هذه 100 غرام، وأبدي أخلط. طبعا على حرارة الخليط راح تذوب الشوكولاتة تماما. إضافتي هنا أنا الوالدة الله يرحمها كانت تضيف زبدة، تضيف شوية زيت. إذا كان أكو قشطة عندنا انت تخليه، كان قبل اسمه جيمر إذا تتذكرون، كانت تخليه، إذا مو موجود ما تخليه. فهسه متوفرة القشطة ومتوفر كل شي الحمد لله والشكر. وهذه الشوكولاتة السادة اللي هي مال حلويات كلش طيبة. شوفوا قوامه شلون صار، قوامه بعد دافي وقوامه رائع. هذا من راح يبرد راح يلزم فتشي كلش روعة. البسكت راح أغطي بيه كامل الأرضية مالت البايركس على مود يعني ما تبقى بفراغات وتظل نازلة الشوكولاتة. حتى هذني المكسرات حوزعهم بيناتهم. أبدي أوزع هذه الخلطة على بين فوق البسكت، يعني طبقات بسكت، طبقة من هذه الخلطة.
وطبعا بعدها دافية راح تمتص البسكت رطوبة وتتشرب ويصير قوامها كلش زين. البسكت اني هنا عندي كلش من النوع الناشف القوي، لكن ما احتاج عندي اغمسه بالحليب، يعني الموضوع ما يحتاج. بعض الاشياء يحتاج البسكت انه يتغمس بالحليب، بس هنا يعني ما إلى حاجة. خليت 3 طبقات بسكت، وهذه 3 طبقات من هاي خلطة البودنج الشوكولاتة. قوامها كريمي خرافي، النكهة جدا لذيذة. تزينوها باللي تحبوه. أنا كان عندي حبات جالكسي فوزعتهم بهالشكل زيادة بالدلال. تقدرون بسكت مطحون ترشوه على الوجه بأي طريقة، ممكن مكسرات باللي تحبوه. هذا شكلها، قوامها رهيب، طعمها جدا لذيذ. أعتقد نوعا ما أنه تعتبر على إيدنا نعرف شنو خالين بيها. كميتها بركة، بعزومة، بخطار، ترحين المكان، تسوين هيجي طبق تاخذيه وياك، الكل راح يتعجب عليه وكل راح يريد الطريقة والوصفة مالته. جربوه وادعوا لوالدتي بالرحمة، وأني أدعو لكم بالخير وبالسعادة وبالفرح، والموتاكم بالرحمة الله يحفظكم ويبارك بيكم إن شاء الله دوم بصحة وعافية. اللي أول مرة يشوف القناة أتمنى يدخل على باقي الفيديوهات ويشوف باقي أنواع وصفاتي كلها مضبوطة وكلها مجربة، واللي يجربها أتمنى يدز لي أي سؤال، أنا حاضرة، يدز لي تجاربه. أريد أراويكم بعض منظرها من الداخل. شوفوا القوام رهيب. إن شاء الله تنال إعجابكم، وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة، وإن شاء الله تعجبكم. وما تنسون اللايك وشاركوها ويا أهلكم وأصدقائكم، صدقوني راح تسعدوهم، واللي يجربها راح ينسعد، لأنه جرعة سعادة هي هذه الوصفة. راح أخلي لكم تحت روابط حساباتي فيسبوك، انستا، صفحة الفيسبوك حسابي الشخصي، وانتظر منكم رسائل وصور بالتطبيقات مالت أي وصفة تجربوها وتعجبكم. وأي سؤال مثل ما قلت لكم بالتعليقات كتبوا، لا تترددون، إن شاء الله أجاوبكم عن كل شيء. وأتمنى منكم ما تبخلون علي باللايك، ومع ألف سلامة.